السلام عليكم يا شباب. احنا بنتكلم على التوقعات للربع السنة الجاي. احنا بنتكلم في احتمال ان شاء الله آه، يحصل آه، تحرير لسعر الصرف تاني في مصر. فاحتمال ان الدولار يوصل لحدود 35 او اعلى شوية من 35 في الفترة اللي جاية. آم، مع اتخاذ برضو بناء على القصة دي لازم الدولة هتتخذ بعض الإجراءات إنها تكون ما تخليش التأثير ده يأثر على الأسعار على قد ما تقدر عن طريق الاستيراد من الدول اللي لا تتعامل بالدولار، وزيادة العلاقات اللي موجودة ما بين روسيا والصين والهند والبرازيل، اللي هي مصر عاملة معاهم اتفاق بالتبادل بالعملة المحلية. ففي زيادة هتحصل في الدولار، فممكن يحصل عليها زيادات لبعض الأسعار الموجودة. دي حاجة. بالنسبة للحرب ال- الروسية الأوكرانية، الروس بيجهزوا نفسهم ل محاولة إن هم يحاولوا في الفترة دي أو في الربيع والصيف إن هم ياخدوا مجموعة من الأراضي بشكل كبير، آم، مع وجود ضعف في الإمدادات اللي بيقدمها حزب الناتو لأوكرانيا. والموضوع هيبقى بالنسبة للروس هيمشي بشكل بطيء شوية، بس هياخدوا أراضي بشكل كبير، والموضوع هيبقى متصاعد بشكل قوي. مما ممكن يضطر ان الاوكرانيين يعملوا بعض العمليات داخل روسيا، ودي هتبقى مشكلة كبيرة جدا عندنا. كمان في مشكلة السويد وفنلندا انضمامهم للناتو، طبعا دي هتعمل مشكلة كبيرة. آم، والاستفزاز الامريكي للصين في تايوان هيفضل مستمر لفترة. وبناء عليه الصين بتحاول انها بتهدد امريكا بالتقرب من روسيا بسبب الموضوع دوت بشكل كبير. المشكله ان هيبقى في كمان نشاط ل العصابه اللي اسمها القاعده، اللي هي تابعه للمخابرات الامريكيه والانجليزيه. دي المفروض هتبتدي تعمل عمليات في الشرق الأوسط بشكل كبير، وفي باكستان وأفغانستان. ومشكلة إيران هتزيد أكتر بسبب التدخلات الإسرائيلية في الشأن الإيراني، لمحاولة منع إيران من إنها تقدر تكون عندها أسلحة أو قنبلة نووية. فالفترة اللي جاية في طبعا الزلازل في آه، هتفضل مستمرة بسبب التحركات اللي موجودة في الكواكب اللي موجودة حاليا. في تغيرات كبيرة جدا بتحصل، اللي هو يعتبر آه، تغيير فاصل كبير، وده دايما بيحصل في أول كل قرن من القرون. الموضوع هيستقر زي ما حصل في القرن اللي فات، في حدود 20 30 سنة. هتكون العملية آه، بقت واضحة أكتر، لأن حاليا العالم في حالة سيولة كبيرة جدا. وربنا يسترها معانا يا رب، ويعدي الأيام بخير. ولازم نتفائل ونحاول نعمل ونشتغل ونحافظ على بلدنا على قد ما نقدر. وربنا يستر إن شاء الله. وشكرا جزيلا.